السلام عليكم ورحمة الله. طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بيكم في قناة ويز نسمة. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في حل التدريبات الخاصة تانية إعدادي ترم تاني 2023. هنبدأ بالفصل السابع اللي هو اسمه هزيمة وبعث جديد. تمام، صفحة 285. بس قبل ما نبدأ متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وإن شاء الله الفيديوهات الجاية تستفيدوا منها. وكمان ما ننساش إن احنا بننزل على القناة حل تدريبات كتاب العلوم برضو، وفي فيديو نازل الحركة الاهتزازية، فاللي ما شافش الفيديو هحطه له برده في اول تعليق مثبت، وان شاء الله تستفيدوا. يلا بينا نبدا. بسم الله. نبدا. اول حاجه بيقول لي تخير الصواب لما يلي مما بين القوسين. طبعا الفصل اسمه هزيمه وبعث جديد. ألف، كان عرابي يعمل حكمدار القاهرة ولا حاكما للجيش ولا قاضيا عسكريا ولا قائدا للجيش؟ طبعا كان عرابي يعمل ايه؟ قائدا للجيش. طبعا انت دلوقتي حلة وان شاء الله بتراجع معايا. ب، الحقيقة التاريخية التي سجلها المؤرخ ماسبيرو في حق الأمة المصرية هي التقدم، الفناء، العبودية، البقاء؟ طبعا هي البقاء. ج، بدأت الثورة العرابية باجتماع ضباط الجيش في وزارة الحربية ولا في ميدان عابدين ولا في منزل أحمد عرابي ولا أمام دار المحكمة العليا؟ طبعا إيه، بدأت الثورة العرابية باجتماع ضباط الجيش في منزل أحمد عرابي. ده بيقول لي انتهت الثورة العرابية بنفي أحمد عرابي ولا هزيمة عرابي ولا احتلال الإنجليز لمصر ولا كل ما سبق؟ طبعا كل ما سبق صحيح، لأن أحمد عرابي تم نفيه واتهزم والإنجليز احتلوا مصر، يبقى كل ما سبق إيه صحيح. ه، بيقول لي قامت الثورة العربية سنة 1918 ولا 1919 ولا 1952 ولا 1881؟ طبعا هي 1881. 1919 دي ثورة زعل الزغلول. تمام، يبقى الجواب الصحيح 1881 ميلادية. واو، بيقول لي وقعت مسؤولية حادثة دونشواي على فلاحي دونشواي ولا لورد كرومر ولا نابليون ولا كوتلي؟ طبعا ايه، وقعت مسؤولية حادثة دونشواي على اللورد كرومر. تمام كده. بعد كده ندخل على الصح والغلط، اتمنى تكون واضح عندكم. اول حاجه بيقول لي ده علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه غلط امام العباره غير الصحيحه. ألف، مات الضابط الإنجليزي في قرية دنشواي بأيدي الفلاحين. طبعا هو غلط طبعا لأنه مات بضربة شمس. ب، اختار محمد فريد طريق الكفاح المسلح لنيل استقلال مصر. طبعا غلط. ما كانش طريق مسلح، بل هو كان بيروح المؤتمرات الأوروبية وبيدافع عن القضية المصرية. طبعا غلط. ج، بيقول لي لم يكن لمصطفى كامل ومحمد فريد أثر يذكر في نفوس المصريين. طبعا غلط، لأنهم كان ليهم أثر في بث روح الوطنية والحماسة لدى المصريين. د، بيقول لي تبدلت سياسة إنجلترا في مصر بعد كفاح مصطفى كامل. طبعا صح. ه، بيقول لي أصدر محمد فريد جريدة اللواء التي كانت شبه مدرسة للمصريين. طبعا غلط. طب ليه غلط؟ طبعا لأن احنا عارفين إن اللي أصدر جريدة اللواء هو مصطفى كامل وليس محمد فريد. تمام. واو، بيقول لي وقف الشعب المصري بكل ما يملك بجانب عرابي. طبعا صح. بعد كده بيقول لي تم عزل اللورد كرومر من منصبه في بريطانيا بعد 24 عاما. طبعا صح. تمام. بعد كده ندخل على نوع تاني من الأسئلة، وبيقول لي من يكون دافع عن قضية بلاده في المؤتمرات الأوروبية مستعينا بماله الخاص؟ طبعا ده مين؟ ده محمد فريد. ب، قادة أو قائد صار ضد الخديوي وعرض عليه مطالب الأمة. طبعا ده أحمد عرابي. ج، بيقول لي جعل حياته كلها جهادا في سبيل بلاده وكان المحامي الأول عن قضية وطنه. طبعا ده مصطفى كامل. د، بيقول لي قائد حامية القلعة التي سلمها للإنجليز. طبعا مين؟ ده خنفس. تمام كده. بعد كده ندخل على أكمل العبارات الآتية. كده بيقول لي أكمل العبارات الآتية. ألف، أصدر مصطفى كامل صحيفة نقط لتعليم المصريين حقوقهم وواجباتهم. طبعا أصدر مصطفى كامل صحيفة اللواء. ب، بيقول لي وصل الجيش الإنجليزي إلى القاهرة عن طريق نقط ثم إلى نقط التي سلمها لهم نقط قائد حاميتها. طبعا وصل الجيش الإنجليزي إلى القاهرة عن طريق العباسية ثم إلى القلعة التي سلمها لهم خنفس قائد حاميتها. ج، بيقول لي بدأت الثورة العرابية باجتماع ضباط الجيش في منزل، طبعا في منزل أحمد عرابي، في 9 سبتمبر سنة 1881، وأقسموا على تحرير مصر من ظلم الخديوي والإنجليز. تمام. د، بيقول لي حكم اللورد كرومر مصر لمدة 24 عاما. ه، بيقول لي بعد مظاهرة عابدين اتفق الخديوي مع الإنجليز على أن يحموا نقط مقابل مساعدتهم، طبعا أن يحموا عرشه في دخول مصر. فسافر الخديوي إلى نقط، طبعا سافر الخديوي إلى قصر التين ليحتمي بإيه؟ طبعا ليحتمي بأسطول الإنجليزي. تمام. بعد كده بيقول لي استغل مصطفى كامل حادثة نقط ليبين للعالم ظلم الاحتلال والاستعمار. طبعا استغل مصطفى كامل حادثة دنشواي. بعد كده بيقول لي حمل نقط لواء الكفاح بعد مصطفى كامل. طبعا حمل محمد فريد.
بعد كده يعد عزل نقط من منصبه انتصارا للحركة الوطنية التي زعمها مصطفى كامل. طبعا يعد عزل اللورد كرومان من منصبه انتصارا للحركة الوطنية التي زعمها مصطفى كامل. وبكده نكون خلصنا الأكمل، ودلوقتي هندخل على الأسئلة المقالية. نبدأ أول سؤال بيقول لي أجب عن الأسئلة الآتية: كيف بدأت الثورة العرابية؟ طبعا هقول له بدأت باجتماع ضباط الجيش في منزل أحمد عرابي، ثم أقسموا على تحرير مصر، فقام الجيش بعرض عام في ساحة عابدين، عرض فيه عرابي طلبات الجيش والشعب. تمام، ده السؤال الأول. تمام، هسيب لكم الإجابة. طيب، بعد كده بيقول لي بما رد الخديوي على مطالب عرابي. يعني الخديوي كان رده ايه؟ طبعا هقول له كده: رد الخديوي رافضا بقوله: لا حق لكم في هذه المطالب، لقد ورثت هذه البلاد من آبائي وأجدادي، فما أنتم إلا عبيد. ده كان رد الخديوي على أحمد عرابي. تمام. بعد كده بيقول لي جيم بما رد أحمد عرابي قائلا: لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، والله الذي لا إله غيره، إننا سوف لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم. ده كان رد أحمد عرابي على الخديوي. تمام. بيقول لي على ما اتفق الخديوي مع الإنجليز. طبعا اتفق معهم على أن يروا أمرا لدخول مصر، وتعهد لهم بمساعدتهم، وهم تعهدوا له بإيه؟ بحماية عرشه. تمام، ده كان إيه؟ اتفاق الخديوي مع الإنجليز. تمام. بعد كده بيقول لي: ماذا فعل مصطفى كامل لينشر دعوته في نفوس الشعب، وماذا كان شعاره؟ طبعا قام مصطفى كامل بالاتصال بالصحف ونشر المقالات الوطنية، كمان إصدار صحيفة اللواء، وكمان إلقاء الخطب الوطنية في المناسبات المختلفة. وكان شعاره طبعا إيه؟ إن من يتسامح في حقوق بلاده ولو لمرة واحدة يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة، يعني بيبقى ضعيف. تمام، يبقى ده اللي قام بيه إيه؟ مصطفى كامل. تمام، هسيب لكم برضو الإجابات عشان لو حد بينقل، ولو أنت كاتب نفس الإجابة مفيش مشكلة. تمام. بعد كده بيقول لي رقم واو: بدأ مصطفى كامل جهاده بوسيلتين، فما هما؟ طبعا الوسيلة الأولى هنقول له كده لازم الإجابة بتاعتنا تبقى منظمة. الوسيلة الأولى هي بعث الحركة الوطنية في الداخل، أما الوسيلة الثانية هي الدعاية للقضية المصرية في أوروبا. يبقى هو الوسيلتين: بعث الحركة الوطنية في الداخل دي الأولى، والوسيلة الثانية الدعاية للقضية المصرية في أوروبا. تمام. بعد كده بيقول لي اكتب ما تعرفه عن حادثة دونشواي وكيف استغل مصطفى كامل هذا الحادث. الإجابة أصلا موجودة عندكم في صفحة 283. هقول له كده: كان بعض الضباط البريطانيون يصطادون الحمام بالقرب من بلدة دنشواي بالمنوفية، فأصابت رصاصة أحدهم فلاحة، واشتعلت النار في أجران القمح، فطرد أهل دنشواي هؤلاء الضباط فولوا هاربين، فتعرض أحدهم لأشعة الشمس فأصابته ضربة شمس فمات. بعدها شكل الإنجليز محكمة عسكرية حكمت بإعدام 4 من الأهالي وبالسجن والجلد على آخرين، ونفذت الأحكام أمام أقراب المحكوم عليهم في عنف زائد وقسوة بالغة، يعني أمام الأقارب بتوع إيه اللي هيعدموا دول. تمام. وقد استغل مصطفى كامل حادثة دونشواي. بقية السؤال بيقول لي: وكيف استغل مصطفى كامل هذا الحادث؟ هقول له: وقد استغل مصطفى كامل حادثة دونشواي وكتب مقالات في الصحف الأوروبية بين فيها ظلم الاحتلال وإغفاله مبادئ العدل والإنسانية، وطالب بوضع دستور ينقذ مصر من السلطة المطلقة. بيقول لي: لماذا كانت أوروبا مركزا ينشر فيه مصطفى كامل دعوته؟ طبعا هقول حتى يفهم العالم كله أن مصر شعب حر يريد الحرية والاستقلال. حتى يفهم العالم كله أن مصر شعب حر يريد الحرية والاستقلال. تمام. بعد كده بيقول لي لماذا كانت أوروبا مركزا ينشر فيه مصطفى كامل دعوته؟ أجبنا على السؤال ده. بعد كده بيقول لي: كيف أعاد مصطفى كامل بعث الروح الوطنية في نفوس المصريين؟ طبعا هقول: حيث أنه كان يلقي الخطب الوطنية في المناسبات المختلفة، وبكده هو أعاد بعث الروح الوطنية للمصريين. تمام. يقول لي: بدأ محمد فريد جهاده ضد المستعمر بعدة وسائل، اذكر. هقول طبعا: حيث ذهب إلى المؤتمرات الأوروبية لينادي باستقلال بلاده مضحيا بكامل ثروته، وأثار في قومه الحماسة والوطنية. يبقى ده كده إيه؟ محمد فريد. هو السؤال بيقول بدأ محمد فريد جهاده ضد المستعمر بعدة وسائل. الوسيلة الأولى إنه هو كان بيذهب للمؤتمرات الأوروبية لينادي بالاستقلال بلاده مضحيا بكامل ثروته. والوسيلة الثانية إن هو أثار في قومه إيه؟ الحماسة والوطنية. تمام. بعد كده بيقول لي كاف:
لما أصدرت جريدة اللواء وما أهم الموضوعات التي تناولتها. تمام. هقول له أصدرت لتصبح شبه مدرسة تعلم المصريين حقوقهم وواجباتهم، ومن أهم أهدافها إيه؟ 1. بعث الروح الوطنية واتحاد عنصري الأمة. 2. كشف مساوئ الاحتلال. 3. محاربة اليأس والاستسلام. 4. الدعوة للتمسك بحقوق البلاد. تمام. دي كان أهم أهداف جريدة اللواء اللي أصدرها مصطفى كامل. تمام كده. بعد كده بيقول لي ماذا أدركت الحكومة البريطانية بعد مقالة مصطفى كامل. تمام. هقول له طبعا أدركت أن سياستها في مصر تحتاج إلى تبديل، وكمان قامت ب ألقت المسؤولية الحادثة على اللورد كرومر. تمام. اللي هي اللورد كرومر طبعا تم عزله، فهي أدركت أن سياستها في مصر تحتاج لتبديل وألقت مسؤولية الحادثة على اللورد كرومر. تمام. بعد كده بيقول لي لخص في 5 أسطر أحوال الاحتلال الإنجليزي في مصر. والإنجليز مصر بالظلم والاستبداد وساعدهم على ذلك الخديوي، ولكن مصر أمة قوية، فظهر الوطنيون كأحمد عرابي ومصطفى كامل ومحمد فريد وغيرهم. طبعا التلخيص ده ممكن من طالب للتاني يختلف، فالمهم يكون إن هو بيصف حالة مصر أثناء الاحتلال. تمام. عزلت بريطانيا اللورد كرومر عن منصبه في مصر، طبعا انقاذا لسمعتها امام العالم وتخفيفا لهياج الشعور الوطني في مصر. تاني، انقاذا لسمعتها امام العالم وتخفيفا لهياج الشعور الوطني في مصر. اخر سؤال بيقول لي علل يعد عزل اللورد كرومر من منصبه انتصارا للحركة الوطنية. طبعا لانه كان الحاكم المطلق لمدة 24 عاما، وعزله يعد اعترافا بقوة الحركة الوطنية. تاني، لانه كان الحاكم المطلق لمدة 24 عاما، وعزله يعد اعترافا بقوة الحركة الوطنية طبعا. تمام. وبكده نكون خلصنا حل تدريبات كتاب الأضواء تاني إعدادي ترم تاني 2023 على الفصل السابع هزيمة وبعث جديد، وإن شاء الله مكملين مع بعض في حل تدريبات الفصول. اللي عنده أي سؤال أو أي استفسار يكتب لي في الكومنتات، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا.